السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم المهندس عبد الرحمن حلمي من شركة أجروزا وأجروزا للتدريب والتسويق. خدنا المحاضرة اللي فاتت كورس عن المنصة بتاعت الفيسبوك، وإن احنا دلوقتي إزاي بنعمل الصفحة بتاعتنا. دلوقتي خدنا برضو مجموعة من ازاي ان احنا ننشئ الصفحة والبيانات الصفحة، ودلوقتي بناخد حاجة اسمها الربط الواتساب بالصفحة بتاعتي. دلوقتي منصة الفيسبوك منصة الفيسبوك والانستجرام والواتساب، التلاتة دول هو تابع مملوكة لشركة واحدة اسمها ميتا. معنى ان انا اسمع كلمة ميتا يبقى انا دلوقتي اعرف ان انا بشتغل على 3 منصات، سواء منصة الفيسبوك والانستجرام والواتساب. دلوقتي هنا لما باجي في طريقة انشائي للصفحة، في عندي هنا حاجة اسمها ربط الواتساب بصفحتك. دلوقتي علشان اربط الواتساب هنا دلوقتي بيقول لك دخل رقم الواتساب، ولازم يكون عندي واتساب بيزنس. طيب حضرتك دلوقتي ما عنديش رقم او ما عنديش حاجة على الواتساب بيزنس، يبقى انا دلوقتي مطالب منك ان انا اعمل هنا دلوقتي تخطي. عندك واتساب بيزنس وعايز تربطه بالبيج بتاعتك او بالصفحة بتاعتك، خلاص اتس اوكي. طيب هل ينفع ان انا دلوقتي لو انا عملت هنا دلوقتي تخطي اقدر اربطه من داخل الاعدادات الصفحة بتاعتي؟ اقدر. هاجي هنا اقول له التخطي. بعد كده هنا بيقول لك الخطوة رقم 4 من 5 انشاء جمهور صفحتك. هنا دلوقتي بيقول لك ايه، انا عندي مجموعة من الفريندز دي او مجموعة من الاصدقاء هي نابعة من الاكونت الشخصي بتاعي. يعني انا الاكونت الشخصي في ليا مجموعة من صحابي، فان انت هنا دلوقتي ينفع تدخل صحابك على البيج بتاعتك. لو انا قلت له دعوة الأصدقاء، هيقوم جاي مطلع لي كل الأصدقاء بتوعي الأكونت الشخصي بتاعي أنا. طيب لو أنا دلوقتي جيت عملت له هنا التالي، هل هيحصل أي مشكلة؟ خالص. باجي هنا دلوقتي باجي هنا أقول له التالي. هنا بيقول لك إيه الخطوة رقم 5، البقاء على اطلاع بآخر المستجدات على صفحتك. يعني لو في أي أبديت حصل أقدر إن أنا أنزله بالشكل ده. طب خلاص اتس اوكي، واجي هنا أقول له تم. اول ما بقول له تم بيدخل بقى معايا دلوقتي على ان انا ابدا اشتغل على الصفحه بتاعتي. الصفحه بتاعتي اللي هي اسمها كلمه اجروزا كامباني، وعندي هنا دلوقتي تسجيل الاعجاب عندي هنا 0، المتابعون عندي هنا 0، وعندي هنا نتيجه السيره الذاتيه بتاعت الشركه بتاعتي، وعندي هنا قطاعها. هنا دلوقتي بيقول لك ايه، والله الملف الصفحة دي ينقصها بعض الاشياء. ايه هو؟ يعني هنا دلوقتي بيقول لك ايه اكمال اعداد صفحتك. عندي هنا اضافة صورة شخصي، يعني انا لازم اضيف صورة شخصية هنا. وعندي هنا اضافة صورة غلاف، يعني انا عندي هنا ده اللي انا بتحرك عليه بايده يطفي ده، ده الغلاف. وان انا كمان اعمل انفايت للفريندز بتاعتي. طيب انا كل ده مش مهم معايا دلوقتي، انا كل المهم دلوقتي ان احنا نتعرف على الادوات او الاعدادات او السيتنجز بتاعت الصفحة بتاعتي. انا عندي هنا حاجة اسمها لوحة المعلومات، وحتى كمان مكتوب عندي هنا كده لوحة المعلومات. وعندي هنا حاجة اسمها البروفيشنال داشبورد، لوحة المعلومات بتاعتي. طيب لوحة المعلومات دي بتوريني ايه؟ والله هي بتوريني كل ما هو موجود عندي في الصفحة بتاعتي. عندي هنا الرؤى ده اللي هو اختصار معناه بالانجلش حاجة اسمها انسايتس يعني التحليلات. يعني ايه تحليلات؟ يعني انا دلوقتي لما باجي بعمل اعلان، الاعلان ده بيجيب لي نتيجة، النتيجة دي بقى اللي هي الانسايتس او الرؤى. يعني كام واحد شافني، كام واحد دخل عندي، كام واحد تفاعل معايا، كام واحد عمل اكشنز عندي على البيج، وعملها فين وعملها ليه وعملها امتى، ودفعت كام، وتمن التكلفة كام، وتكلفة كل واحد بكام. يعني بيوريني كل حاجة عندي. عندي هنا حاجة اسمها أداة التخطيط، وعندي هنا حاجة اسمها تحليل الأرباح. أداة التخطيط يعني أنا دلوقتي لو أنا عايز أعمل منشور، أو إن أنا عايز أعمل بوست يوم التلات، يوم الجمعة، يوم الخميس، يبقى أنا اللي عايز أعمل بمواعيد معينة. يبقى أنا دلوقتي أقدر أعمل
جدولة، يعني هو ده الأداة التخطيط ده بيعمل معايا جدولة. حتى كمان يقول لك يمكن الجدولة وإدارة المحتوى الخاص بك. يعني إيه؟ يعني إن أنا دلوقتي أقدر أعمل المنشور كمان يوم، كمان يومين، كمان 3، كمان 5، كمان أسبوع، كمان شهر، كمان شهرين، كمان 6 شهور. أقدر أعمل كل الكلام ده في الجدولة بتاعتي، وهو من أول ما يوصل للتايم ده على طول البوست بيتنشر فورا. طيب، تحقيق الأرباح. يبقى أنا دلوقتي عندي أدوات تقدر تخليني إن أنا أكسب من الفيسبوك. عندي هنا مدير الإعلانات. طبعا ده مدير الإعلانات ده مهم جدا، لأن هو ده المكان اللي هنعمل منه الإعلانات بتاعتنا. حتى كمان كاتب لك هنا إنشاء إعلانات. حتى كمان هنا يقول لك يمكنك إنشاء إعلان لاستهداف نتائج محددة. يبقى هو هنا دلوقتي ده مدير اعلانات علشان اعمل عليها الاعلانات بتاعتي انا بصورة مانوال، وعندي انشاء اعلانات ده اللي هو بصورة اوتوماتيك، يعني الفيسبوك هو اللي يعملها لك بحاجات سريعة او مع اعدادات خطوات سريعة. طيب، ترويج منشور على الانستجرام. يعني انا دلوقتي عندي الانستجرام وعندي بوست على الانستجرام، ازاي ان انا اموله او ان انا اعمل له ترويج. يعني ترويج ده يعني ان انا اعمل له اعلان. عندي هنا الإعدادات دي خاصة بالصفحة بتاعتي. يعني يعني هنا بقى خاصة بالصفحات. طيب دلوقتي أنا هدخل على الإعدادات. تعالوا كده أما نيجي نشرح الإعدادات بتاعتي فيها إيه. انا عندي هنا حاجة اسمها تفضيلات التفاعلات. يعني انا بعرف اتحكم في مين الناس اللي عاملين التفاعلات معايا. notifications، accessibility، الوسائط، الوضع المظلم. يعني انا دلوقتي لو عامله دارك مود ولا اون مود، كل الكلام ده ما يفرقش معايا اي حاجة خالص، غير ان انا دلوقتي لازم اعمل عندي هنا حاجة اسمها اعداد الصفحة. دلوقتي ان انا لما اجي اضغط على اعداد الصفحة، ممكن اقدر اغير اسم الصفحة بتاعتي، اللي هي بدل كلمة اجروزا كامباني. يعني انا اقدر اغير الاسم دلوقتي. اقدر انا عندي هنا دلوقتي اجروزا كامباني، اقدر اغيرها. لو عملت باك خلاص، يبقى انا دلوقتي كده ان انا ايه، بس بستخدم بقى الموضوع عندي يعني. هاجي هنا على اعداد الصفحة. رقم 2، ان انا عندي هنا حاجة اسمها الوصول الى الصفحة. يعني ايه وصول الى الصفحة؟ حضرتك عايز، يعني مثلا حضرتك عايز تدير المنصة، فيبقى أنا دلوقتي لازم أعينك كمدير للصفحة بتاعتي. يبقى أنت دلوقتي موظف عندي، أو إن أنت تبقى موظف كمدير. يعني إن أنا عينتك مدير. المدير ده بيعين تحتيه مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من البوزيشنز. يعني حضرتك مثلا مدير خدمة العملاء، يبقى أنا لازم أديلك مدير في إدارة الإعلانات، لازم أديلك إدارة خدمة عملاء، لازم أديلك صلاحيات. يبقى الوصول الى الصفحه دي ان احنا بنسميها البريفليجز، ودي اسمها الحقيقي على الفيسبوك حاجه اسمها اكسس بيج او البيج اكسس. لما بنيجي نضغط عليها، هو انا هنا دلوقتي عايز ادي لمين الصلاحيات. حتى كمان يقول لك ايه، اشخاص لديهم صلاحيه وصول الى الفيسبوك، واشخاص لديهم صلاحيه وصول تقتصر على مهام محدده. يعني ايه بقى؟ دلوقتي انا عينت حد يبقى هو ليه الصلاحية الكاملة، يقدر يمسح، يقدر يضيف، يقدر يغير، يقدر يضيف، يقدر يعدل، يقدر يعمل اي حاجة هو عايزها. لو اشخاص معينة او صلاحيات معينة، يبقى انا اللي بحدد له الصلاحية. انت يعني فلان يعمل اعلانات، يبقى هو مش مسؤول يكتب بوست، مش مسؤول ينشر، مش مسؤول انه يتابع، مش مسؤول يرد، مش مسؤول يمسح، مش مسؤول يعدل. هو بس فقط لإضافة عمل الإعلانات على الفيسبوك. طب أنا دلوقتي زودت كمان واحد إن هو يجي يعمل إضافة للمنشورات. يعني أي حاجة، يبقى دي الصلاحية اللي هو يعمل معايا إيه؟ إضافة، ويعمل كمان تعديلات، ويكتب المقال بتاعي أو المنشور بتاعي. يبقى أنا هنا دلوقتي لما يجي يقول لك إن أنا عايز أضيف شخص، أو إن أنا عايز أديله صلاحية لشخص، فيبقى أنا دلوقتي باجي منين؟ باجي من الصفحة على الإعدادات، وأجي هنا على إعداد الصفحة. طيب يبقى أنا عندي هنا دلوقتي ده بالنسبة للوصول للصفحة. بس في شرط عندي هنا. حضرتك دلوقتي اللي انت عايز تضيفه كأدمن،
يعني ان انا دلوقتي عايز اضيفه او ان انا اديله الصلاحيات بتاعتي، لازم يكون عندي في الفريند اصلا. يعني ايه لازم يكون في الفريند؟ يعني حضرتك لازم تكون ضيفه في الفريند. دلوقتي عبد الرحمن ومحمد، دلوقتي عبد الرحمن عايز يعين محمد يبقى مدير للصفحة دي. الأول خالص لازم عبد الرحمن يبعت طلب صداقة لمحمد، محمد يقبل طلب الصداقة. طب محمد قبل طلب الصداقة، عبد الرحمن يقدر يضيف محمد إنه يبقى مدير. محمد هيجيله إشعار إن هو دلوقتي بقى مدير في شركة اللي بتاعت عبد الرحمن. محمد مطالب منه إنه يوافق. هي الحتة دي برضو مهمة جدا، ودي باختصار بسيط قوي يعني. طيب دلوقتي تعالوا كده نعملها عملي. عايز اضيف شخص جديد ان هو يبقى مسؤول او مدير يبقى معايا. فان انا دلوقتي عندي حد اسمه فريند عندي اسمه ابتسام وليكن مثلا يعني. فانا عندي وليكن مثلا في عندي هنا اهو اول واحد. فدلوقتي ان انا عايز ادخل الشخص ده يبقى معايا للصلاحيات. هنا بيقول لك ايه؟ يفضل صلاحية الوصول الى الفيسبوك يكون بامكان ابتسام محمود ادارة ما يلي: تقدر تدير المحتوى بتاعي، يعني تعمل انشاء او ادارة او حذف المنشورات والقصص. تقدر تعمل كمان، يمكنك ارسال رسائل خاصة والرد عليها واجراء مكالمات باسم الصفحة. نشاط المجتمع: يمكنك مراجعة التعليقات والرد عليها وإزالة التعليقات الغير مرغوب فيها والإبلاغ عن النشاط. وبعد كده عندي هنا إنشاء وإدارة وحذف إعلانات الصفحة. عندك هنا دلوقتي بيقول لك إيه؟ السماح لهذا الشخص بالتحكم الكامل. يعني أنا دلوقتي لو عملتها كده أون، يبقى أنا دلوقتي بقول له إيه؟ يمكن لأي شخص يتمتع بالتحكم الكامل منح صلاحية الوصول للآخرين وإزالة أي شخص من الصفحة. يعني هي دلوقتي تقدر تضيف مجموعة من الأشخاص وتقدر تمسح كمان مجموعة من الأشخاص بتاعتها. فيبقى هنا دلوقتي ده اللي أنا بقول عليه بقى، إن إحنا إزاي نضيف واحد يبقى هو اللي مسؤول عن البيج ده. طيب عندي بعد كده رقم 2، ودي برضو حاجات مهمة جدا معايا، حاجة اسمها الحسابات المرتبطة. يعني ايه؟ دلوقتي ان انا عايز اربط الحسابات بتاعتي. فانا دلوقتي عايز اربط الانستجرام وعايز اربط الواتساب. زي ما احنا ما شرحنا اول المحاضرة ان احنا ممكن اربط الواتساب برقم التليفون يا رب الواتساب بالفيسبوك. وممكن ان انت ما عملتهاش من بره وعايز تعملها تاني، يبقى انا عندي هنا دلوقتي لو ضغطت على الواتساب يجي يقول لك اهلا وسهلا بيك على رقم الواتساب. الواتساب لازم يكون عندك حاجة اسمها واتساب بيزنس. ده ليه؟ علشان خاطر ان هو دلوقتي بيتعامل معاك على انك شركة. معنى ان انت عملت بيج على الفيسبوك يبقى انت شركة. معنى ان انت عملت حساب اكاونت على الانستجرام على انه بيزنس يبقى انت شركة. يبقى انت دلوقتي لازم تعمل واتساب بيزنس يبقى انت دلوقتي كشركة. فيبقى انا دلوقتي لازم اربط الحاجات دي كلها مع بعض. فهو دلوقتي طريقة الربط بتاعي بالشكل ده كده. يبقى انا دلوقتي بدخل منين؟ يبقى انا دلوقتي لو عملت هنا كده باك، عملت هنا دلوقتي باك وعملت باك تاني. تعالوا كده اما نيجي نعرف الطريقة ازاي. يبقى انا دلوقتي دخلت على البيج بتاعتي. من جوه البيج هدخل على الاعدادات. من جوه الاعدادات هلاقي ان انا عندي تحت هنا حاجة اسمها الحسابات المرتبطة. ومن جوه الحسابات المرتبطة اقدر استخدم الواتساب او ان انا اقدر اربط الانستجرام. معاكم عبد الرحمن حلمي من شركة أجروزا للتدريب والتعليم، التسويق الإلكتروني وتصميم المواقع. شكرا جدا لحضراتكم.